السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه النهاردة. روتين من اللي بتحبوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اكنس بيتك ورشه وما تعرفش مين هيخشه. فانا حبيت ان انا اروق مدخل البيت. زي ما انتم شايفين كده كان العيال مبهدلينه. مسكت بقى كل حاجة تنفيض لان طبعا التراب هو نضيف، بس شوية تراب بنفضهم وخلاص. عشان الصيف بيبقى التراب فيه كتير، انما الحتة نضيفة زي ما انتوا شايفين. كنت لسه شايلة ومسحة، بس بشيل اللي في مدخل البيت دي وبكنس على الماشي كده، كل حاجة على الماشي. الناس اللي سألت انا عاملة ستار على البوابة ليه، عشان بتضلم الحتة وفي نفس الوقت مدارية البوابة مخليها شكلها حلو. انا بحب كل حاجة تكون مريحة العين. شايفين هما يدوبك شوية تراب ناعم كده. هنفرش بقى. هجيب بقى الموب وهمسح البلاط اللي باين ده. المشايات اللي انا مكان ما انا بمسح كده والتانية هما اتنين شلتهم غسلتهم، بس لما ينشفهم برجعهم تاني كده. بقول لكم شايفين النظافة وجينا بقى على النص التاني. اديت للشباك تنفيضة كده. والله يا ولاد النشاط حلو في اليوم ده اساسا. في ناس اللي جت بتعيط، سينا على طول بتعيط. ربنا يهديها يا رب، اللهم امين. هنا برضو قلت ايه، ادي برضو هنا تنفيضة. وانا هنا بقى برص التكيات. شوفوا معايا دلوقتي، لقيت زي ما يكون حد موقع شيء او حاجة وانا ما خدتش بالي منه. ما حدش اساسا قال عليهم في الحركات. ربنا يهدي اطفالنا يا رب ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، اللهم امين. انا بعتذر على صوتي لان انا تعبانة شوية، ضغط واطي. لما جيت ارص بقى هشوف بقى، اكتشف هنا هنا بقى اكتشف الكارثة اهو. اقول لكم عايزة تترص اهو. وادي البقعة كمان معلمة. انا ما بخيطش دي لان على طول كده بتتشال. رجعت شلت تاني، هشيل الشلتة دي كمان عشان وقع عليها. قلت بقى بالمرة ادخلهم الغسالة لان احنا بنقعد هنا اكتر حاجة، انما التانية نضيفة. وهنا لمة السجادة هوريكم برضو بقعة الشاي اهو، شايفين. بس ما تشديش السلك هتوقعيه. انا بقى سألت الولاد، هما هي الحافظات دي لما بيقع عليها ما بتسربش الناحية التانية، بس هما كانوا لمينها فلما الشاي وقع على ظهرها، يعني هي من فوق نضيفة، مش ما فيهاش حاجة. وانا ان شاء الله شوية كده ان شاء الله ربنا يقدرني كده واغسلهم او ابعتهم المغسلة. الله المستعان. هنا بقى جبت من تحت الركنة برضو كده. الله يهديك يا سيل، قعدت ايه. انا كنت بظبط الركنة جنب بعضها لان عندي الجدار فيه شطرة شوية وانا بحبها تبقى مظبوطة. همسح بقى الارضية، اجيب الموب وهمسح. الموب دي تحفة تحفة تحفة. يعني عايزة اقول لكم ان هي بتدخل في كل الاماكن، وانا حباها جدا عن الشرشوبة العادية او اي شرشوبة تانية.
فالحقيقة اللي ما جابهاش ندمان. هنا كانت الارضية نشفت. افرش بقى السجادة تاني. طبعا انا كنت دخلت الحاجة الغسيل. ما عرفتش اركبهم معاكم في الفيديو لان عملت شوية شغل تانيين كتير. هنا بقى كنت حطيت الحاجات في الغسالة اهو، اللي هي الفرش بتاع الركنة. دخلت بقى على المطبخ، وما ادراكوا بقى وما المطبخ. انا ما بحبش ادخل المطبخ بسبب ان ما فيش المطبخ. بصوا كان اكتر مكان بحبه، كان اكتر مكان بحب يعني انظم كل حاجة فيه. بس لا، تعبت خلاص مش قادرة، لدرجة ان انا خلاص يعني وصلت معايا ان انا مبقاش عايزة ادخل اعمل فيه اكل. في ناس بتقعد تقول لي والله مطبخك ده انضف من الناس عندهم مطابخ ومش عارف. يا جماعة انا بنضف في كل حاجة الحمد لله. بس بصوا لما تكون عينك بقى عايزة تشوف حاجة ومش شايفاها فاكيد مش هتبقي حابة اللي انت تقعدي فيه. انا الحمد لله ولله الحمد يعني حد نضيف، حد بيحب النظافة. بس والله اشتقت لحاجتي، حاجتي وحشتني. انا حرفيا يعني كل حاجة كده مش كاملة. لما باجي اعمل حاجة والله يعني انا بحب الحاجة تكون ايه، مظبوطة. مش عارفة بقى انا بس اللي كده ولا ايه. انا غسلت الرخامة بقى فوطة نضيفة عشان نغسل ونصفي عليها الفوط. هما مش كتير. انا فعلا انا هنا كنت تعبانة، انا واقفة ما كنتش قادرة انا واقفة ازاي والله. ربنا اللي كان عالم بيه. بس زي ما انتوا عارفين لازم نعمل، عشان ما عملناش مفيش غيرنا هيعمل. انا هنا كان ضغطي نازل جدا، كنت واقفة اساسا كنت نسيت ان انا بصور. الجو حر بقى مع اللبس، الله المستعان. انا بحب اغسل شوية حاجات كده واحطها وبعدين ارجع اشطف ايه الحاجة اللي انا بغسلها. يلا يا حلوة انتوا، هي لو وصلت لهنا متنسيش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي. وعايزاكم تسيبولي بصمة حلوة على الفيديو وتدعولي ان ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مريض، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا طبعا ما كنتش قادرة اتكلم، فعشان كده ربنا اعاني وقدرت ان انا اتكلم كده فسجلت لكم على الفيديو. يعني كده احسن ان انا اسجل على الفيديو ولا انا اتكلم معاكم في الفيديو احسن؟ يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات، يا ريت لو تكرمتوا يعني. عايزه احس ان انتوا بتشوفوني وبتسمعوا الفيديوهات، ان انا بقعد اكلم نفسي وما بلاقيش رد منكم. ليه بتزهقوا مني ولا ما بتشوفوش الفيديوهات كامله ولا ايه الدنيا؟ هما كانوا شويه حاجات بسيطه كده. دي كانت فاكرين لما كنت عامله سمك. هو انا في اليوم ده كنت فوت في اليوم ده على غدا وما كنتش غسلت بقى، فسبتهم لتاني يوم اللي هو امبارح يعني. كنا عاملين السمك الحد وده انا غسلت يوم الاثنين. ما بحبش والله اسيب الواجب
منتجات يعني وكده. بس والله هي الظروف اللي بتحكم، مش لا كسل ولا قلة نظافة ولا ايا كان. وانا مش بحب اعمل اقشر او اعمل حاجة في الحوض، بس ده كان جوزي يعني. فانتوا عارفين هما مش بيعملوا او عادي يعني بيروقوا دماغهم، مش متمكنين يعني مننا، مش اي حاجة بيدخلوا يعملوها تلاقيهم ببهدلوا لهم 100 طبق 100 حاجة على ما يعملوا حاجة. بس في الاول وفي الاخر كتر خير. لأول مرة من يوم ما فتحت القناة اصور وما ببصش للكاميرا. دايما الكاميرا بتبقى خايلاني كده واحس ان انا مش واقفة على طبيعتي. اول مرة اصور من غير ما ابص للكاميرا. يعني انا نفسي بتفرج معاكم على الفيديو زي اول مرة والله، يعني ما شفتوش قبل كده وانا بسجل بتفرج معاكم. دي كان قشر بصلة، فكان سد الحوض. هنضفها بقى لان ما بحبش الحوض يبقى فيه مية كده وانا شغالة. الحر بقى قايم بالواجب. الجو عندكم عامل ايه؟ حر ولا ايه دنيته؟ ولا احنا بس اللي حر؟ لا وكمان بيقطعوا النور، يعني بيقطعوا النور يعني انا بصحى من النوم الاقي النور قاطع، مجيش بقى غير الساعة 1 الساعة 2. بقاله كام يوم كده. العباية كمها رخم اوي بيقعد يضايقني، يعني ما بعرفش اشمره كويس وانا مبحبش هدومي تتبل وانا شغالة. انا عندي طاسة تيفال وعندي، يعني لو تلاحظوا في هناك واحدة على البوتاجاز المشوي، وعندي كذا حاجة. بس انا بحب اقدح للرز او كده الألمونيا دي، عندي منها 2 بحبهم جدا. بحب الحاجة بتاعتي تلمع علامة كده، بس الحقيقة ايديا ما عادش مساعداني. الطاسة اللي في ايدي دي طاسة بتاعة الطقم التيفال بتاع فرحي، بس من كتر الغسيل بجد. عندي الطقم ده انتوا مشفتوش لانه مدعم طبعا. ان شاء الله بس المطبخ يجي بتشوفوا كل حاجة. زي ما قلت لكم الحاجة مش كاملة. تحس تحس ان انا شحتة من كل دار حاجة. اه والله انا بحس كده. حتى لما اجي اغرف في الاكل وكده يعني تلاقيني حاطه شويه ملامين وشويه صيني، وعين انا عندي كذا طقم للمطبخ غير حاجه الناس. والله نفسي اتفاجئ مفاجاه ان ومطبخي يعني تخيلوا انا بقالي 2 على الموضوع ده بتعامل بقى. يعني شوفوا بقى، ده الواحده لما تشيل التربو وتغسله بتبقى حاطه الحاجه مثلا في اطباق او حاجه بتبقى متضايقه، او اما بتفضل بهارات تغسل تحس ان الدنيا مشتته. انما بقى كل حاجتي بقى مرميه، يعني المنظمات وكل حاجه، يعني كل حاجه في ناحيه، وحرفيا الحاجه تموت تراب. يعني انا لما اجي ان شاء الله يعني اعملها هتبهدل اخر بهدله من كميه التراب وكل حاجه. الكراتين اللي محطوط فيها الحاجه بقت خلاص يعني شاطت كده وبقت تتقطع لوحدها. اخر مره يوم العيد لقيت كل حاجه نازله رص كده عشان في شويه حاجات على السلم. الكرتونه اتفتحت واتبقت اتكسرت كتير والله. صعبان عليا وزعلانه
اني يعني قعدت كام سنة حاجتي متحافظ عليها تيجي تتكسر كده من غير حاجة. هي اولا فدانة وكده، بس بيتكسروا من غير سبب، يعني سلة صغيرة بتروح تلعب في الحاجة وكده، يعني فاهمني. فده اللي مزعلني، اما اجي ارص مش هلاقي حاجتي كاملة، كل حاجة مكسور منها. زعلانة عشان يعني تعب اهلي برضو. الله خير، الله المستعان. انا كنت خلاص دي الحلة، ما كان انا بحب اطبخ الرز في الحلة دي، الحلة الألمونيوم. انا جبت طقم مخصوص عشان ايدي عشان ما اقعدش اطبخ فيه، بس بصراحة ما فيش احسن من الألمونيوم، بالذات لما تكون ألمونيتك يعني نوعيتها حلوة وبتلمع معاكي كده وانت اول باول منضفاها مخليها فله. انتوا تعرفوا يعني ما شاء الله شايفيني بغسل وبدعك اهو. انا ساعات والله العظيم ما بحط سلك على حللي، بغسلها بالسبونشة، لاني ما ببقاش قادرة حرفيا، بس بقول ايه يعني بدل ما اسيبها بقى كده، انا اديني بشيل منها الحاجة، وما ربنا يقدرني ابقى اعملها. هنا البراد ده زعلانة عشانه قوي، ولعت عليه من غير مية. كنت عملت شوية حاجات وغليته في حلة، هو لحد ما يعني لمع شوية تاني، بس الأرضية بقى استحالة، شايفين معلمة ازاي. فزعلانة عشانه، لسه جاي جديد. فخلاص ما عادش هو ده بقى هيبقى لونه للأسف. كنت زعلانة، كنت بحب لمعته، وبحب دايما اغسله والمعه كده واسيبه نضيف على البوتاجاز. بس انا بصراحة غلطت، انا ولعت عليه وهو ما فيهوش ميه، يعني زي ما انتم شايفين انا بملاه وبحط فيه ميه على طول كده، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل يبقى جاهز. انا كنت فاتحه ميه سخنه عشان اعمل صابون وكده، عشان اغسل فيها الازازه، املى الازازه بالمره على الصابون. ايوه كده. هنا بقى هعمل صابون تاني، كانت البواقي كده على الفوطه بتاع المطبخ هغسلهم بيها. انا هرجع بقى ده مكانه، وبحب ازود الصابون بمية سخنة، لان بيخليه ايه كله رغوة واحدة كده، ورغوته بتبقى كويسة عن ما بتحليه او بتفكيه بمية مية عادية يعني. حتى لو في الصيف بحب افكه بمية سخنة. لما بقى الصابون ده كله طبعا انا غاسلة النص التاني من الرخامة قبل ما اغسل وقبل ما اعمل اي حاجة، عشان اصفي عليه والدنيا تبقى نضيفة. هسيب كلور ده كلور الوان. انا عندي الكلور خلص، بعت جبت ده عشان اشغل الغسالة. انا بقى هبدأ اغسل الازاز. احنا بنحب الازاز الصغيرة دي، عندنا الازاز الكبيرة مبنستخدمهاش قد كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اغسلهم كلهم. شايفين رغوته لما بيتفك بمية سخنة. تعالى انت رايح فين؟ رايح يستخبى عشان ما اغسلوش؟ لا ده انا هغسلك. دي ازازة سلك جميلة، مش عارفة حصل فيها شقة كده من الجنب بسيط، عايزة اجيب لها واحدة تانية،
بس عايزة نفس دي لان الازازة بتبوظ كده فما بتوقعش لما بتشرب يعني كده. دي كنت جايبها لمحمد اصلا وهم داخلين المدرسة، بقول ده يا ماما وانا عيل صغير جايبه لي ام بوز دي، فما خدهاش. فلما تلا بدأت بقى وكده تشرب فخلاص هي عادت بتشرب منها، كل عادة عارفين ان دي ازازة فيه هي الجميلة. انا عايزة كل اللي يشوف الفيديو ده يدعيلي دعوة حلوة من قلبه، سواء تعرفني او ما تعرفنيش. دعوة 40 غريب مستجابة، وانتوا كلكم اخواتي وعلى راسي ومنوريني. يا رب كل حد يدعيلي دعوة وله بالمثل، اللهم امين يا رب. انا بقى هاخد السلكة دي في شوية كلور كده بسيطين اغسل بهم بقى الحوض. اللي جرب الاكياس دي وشايف ان هي اوفر يقول لي، لان انا على طول بجيب الجيركن وانتوا عارفين طبعا ان هو عاد بمبلغ وقدره. فلقيت الكيس ده كنت بعت محمد يجيب لي، فجاب لي قال لي الكيس ب10 فجاب لي كذا كيس كده، ولقيته ما شاء الله حلو يعني وبنضف نفس النتيجة وكل حاجة. الغسلة الماكينة اللي بحبها اكتر حاجة بحبها ان اشوف الحوض والحنفية بالماء كده ومفيش وعي في الحوض. بص والبوتاجاز نضيف، حلم كل ست قسما بالله. دي من الحاجات اللي ما بنزلتهاش كتير. يعني انا عايزه اقول لكم انا لو غسلت 100 مره في اليوم بغسل الحوض كده، فبالنسبه لي بحس ان هو دايما نضيف يعني. لما تكون بالصابون كده، والفوطه دي طبعا انا غسلاها معاكم طبعا على حنفيه الفلتر. شايفين النظافه نظافه يعني مش اي كلام. اخد بقى الازازه احطها في الثلاجه، وهنا البوتاجاز متبهدل حرفيا متبهدل. هي صراحه الكاوش كانت عايزه تتغسل بس انا للاسف ما كنتش قادره، يعني قلت اديله بس كده مسحه على السريع كده. هي الكوشه دي بس الكبيره دي هي بس اللي كانت متبهدله، انما الباقي نضيف. اللي في النص دي ما بستعملهاش قد كده اساسا، يعني ساعات بغطيها بسلوفان بس عدت بسيبها لان ده يعني عدت بحتاجها فجأة كده. الصابون والله يا ولاد النظافة حلوة. مش عارفة ليه بقى الستات اللي بتسيب بوتاجازها تقعد تحط من عليه حاجات
والحمد لله يعني ربنا بيبقى عطيهم الصحة وقاعدين في الشوارع. ربنا يدينا الصحة جميعا. فعايزة اقول يعني قومي تشجعي ونضفي حاجتك، ما تخليش اي حاجة تنطفك عن بيتك وعن عيالك. إيه يعني دايما خلي بيتك هو رقم واحد في حياتك. انا بيجي عليا ساعات ما بغسلش بوتاجازي وكل حاجة، بس لا، لما بقوم وبفوق بشوف مصالحي وبشوف ايه اللي انا مقصره فيه وبعمله. انا هنا كده كنت الصبح كنت لسه ما طبختش ولا عملت اي حاجه. يعني انا يوميا يعني ان انا ما غسلتش بوتاجازي بعد الغدا والنضف، انا بقوم الصبح اعمل كده. هنا بقى الحلل والحاجه كانت متبهدله. طبعا انتوا عارفين ان سيلا بتدخل تلعب فيه، متسيبش حاجه في حالها. انا هنا بقى هشيل الحاجات اللي متنعكشه كده وهسويها. والله لو واحده مكاني وكانت حملت قعدة المدة دي كده من غير مطبخ. كل حاجة حرفيا في مكانها. انا بقى رصيت اهو، شايفين دي اقل مرة كانت تبقى منعكشة الحاجة فيها على طول، بتبقى كله بص لحد الحلل والحاجات دي كلها بلاقي الحاجات دي في الصالة. شايفين ده غسيل، ده غسيل هيتغسل لسه، واللي في السبت التاني دي دورة كنت مطلعاها وكنت مستنيه اللي في الغسالة تطلع عشان انشرهم مع بعض، اللي هي فرش الركنة. التربو ده بحط فيه فوط المطبخ. ده العيش ادخله برضو التلاجة. هحطه بقى هنا على الرخامة عشان هكنس وهمسح الارضية. هو نضيف زي ما انتوا شايفين كده، مفيش يعني حاجات بسيطة، بواقي حاجات بسيطة يعني. انا دايما بشيل حاجتي دي وبكنس تحتها وبمسح. ربنا يعيننا جميعا يا رب، اللهم امين. اديته بقى كده كام ساعة السريع. شايفين دي فرافيت، دي كان نسيلة بس يعني زي ما انتوا عارفين بقى الاطفال بتعمل ايه وكده. ربنا يحميهم يا رب، اللهم امين. انا بقى همسح الارضية. انا حبيت ما اطولش عليكم، اكتفيت لحد هنا ان انا همسح معاكم. هسيب بقى الارضية تنشف، هوريكم برضو الشكل النهائي للمطبخ. الحاجات اللي في البلاط دي هي كده يعني، ده عيب في البلاط، مش حاجة واقعة او كده، ده عيب في البلاط، لانه زي ما انتوا عارفين احنا شاريين البيت كده. بس طبعا لما المطبخ يجي والارضية تتفرش فكل ده مش هيبان. اساسا شايفين هو نضيف مفيش حاجة، انا مجرد ما بلمعه كده من الموب خلاص. اقول لكم بقى شايفين النظافة حلويات. وربنا حلويات. الست الشاطرة اللي مطبخها وبيتها دايما يبقوا، مش دايما يبقوا نضاف يعني. البيت اللي فيه اطفال طبعا بيبقى فيه لعب، بيبقى فيه حاجات، لو ما بقاش كده يبقى فيه حاجة غلط. يلا مع السلامة واشوفكم على خير.